السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد، حلقة جديدة. يعرفنيش أو لسه متفرج عليا، فأنا أحمد داوود وبعتبر القناة مساحتي الشخصية بحب أتكلم فيها براحتي. لسه ابن عمي متجوز من أسبوع تقريبا، ففي عندنا أو حدانا في البلد في الفيوم بنعمل حاجة اسمها نقطة، إن إحنا بعد الفرح أو يوم الصباحية أو تاني أو تالت يوم يعني زي ما أنت وضميرك يجيبك إن أنت تروح بعد الفرح، لأن أنا بعتبر يعني عندي كومنت في حته ان انت تروح للعريس بعد الفرح بيومين ثلاثه، دي حاجه ما اعرفش ازاي بتحصل. المهم خلينا في موضوعنا، ان انت بتودي حاجه او بتعمل حاجه اسمها نقطه، ان هو بتديله فلوس. ليه كانت عاده في الفيوم او في الارياف ان انت بتعمل حاجه زي كده؟ علشان مثلا عريس بيكون او الشخص بيكون خارج من الجواز ده، او يكون مثلا عليه مصاريف شديده في الفتره دي، فانت بما انك مثلا حوار النقطه ده بيساعد شويه او بيسبورت هم في ان انت او في ان هو يقدر مثلا يشيل المصاريف اللي عليه او الفلوس اللي عليه، وبتترد لك انت برضو في فرحك مثلا، او لو انت بتتجوز مثلا لما تجيب بيبي، او ايا كانت المناسبه اللي هتترد لك فيها. يعني مش ده موضوعنا. فانا ضد الفكره دي جدا. يعني هي حلوه في ان انت بتسبورت الشخص و بتعمل مثلا بتساعد عليه مصاريف او كده، بس انا بختلف مع الفكره دي شويه. يعني ايا كانت مش ده موضوعنا او مش دي البوينت بتاعتنا. يعني انا على سبيل المثال لما اجي اتجوز او كده، او برضو يعني لما يجي حد يديني النقطه دي او يرد لي فلوس او مثلا يديني فلوس، لا مش هعتبرها حلوه او مش هعتبرها حاجه حلوه. هتبقى بالنسبه لي بصراحه اهانه، او انا هتضايق او هيوصل لي شعور مش كويس لما الشخص ده يجي يديني فلوس. دي مش هتبقى لطيفه بالنسبه لي، او مش هحب ان انا اقبلها. فهو ده الموضوع النهارده، او ده اللي حابب اتكلم فيه، بما ان كنت لسه من يومين عند ابن عمي ده. بما ان هو يعني حسام اخويا او ابن بلد قوي في الحتت دي، بيحب يروح يعمل حاجه زي كده. فانا قلت برضو انا لازم اروح او اعمل حاجه زي كده برضو معاه. يعني مش هينفع ان هو يعملها وحده، او ينفعش برضو ان انا اكون ابن عمي وما اعملش حاجه زي كده معاه. فانا اقترحت ان احنا نجيب هديه، لان انا ما بحبش حته ان احنا ندي فلوس. انا مختلف معاه دايما، بس حسام قال لي لا، يعني هو ده المعتاد وده اللي بيتعمل دايما وده اللي المفروض يتعمل، علشان الشخص بعد الفرح او بعد الجواز بيكون عليه فلوس ومحتاج ان هو مثلا يسد الفلوس دي، فدي حاجه بتساعده ان هو يسد الفلوس اللي عليه دي. بس انا كنت مختلف، بس رغم كده حسام قدر يقنعني او قدر ان هو يخليني اتنازل وامشي على مبدأه، او اعمل مثلا زي ما هو. طب خلاص، طالما الشخص ده دي حاجه تساعده، خلاص انا هكون مبسوط جدا ان انا اقدر اساعده في حاجه زي كده. فرحت معاه ونزلت، حتى ما جبناش هديه. فروحنا قعدنا معاه واتكلمنا ودردشنا، وكل الدنيا كانت زي الفل وكل حاجه تمام. وجينا واحنا ماشيين حسام بادر وبدا ان هو يعزم عليه الفلوس. فاحمد او ابن عمي لا اتضايق جدا، وحسيت من ملامح وشه ان هو لا، الموضوع فعلا مش حلو. لا، ما كانش المفروض ان حسام يعمل كده. فحسام لما قعد يزعل عليه شويه وكده، واحمد برضه انا شفت من تعبير وشه ان هو لا يمكن يقبل حاجه زي كده، وحاسس ان دي حاجه مش حلوه، او ما حبش يقبل حاجه زي كده. فقلت لحسام خلاص، يعني انف ما تعزمش عليه كفايه وخلاص يا حسام، عشان ايه ما يتضايقش. لان انا بتهمنيش جدا حته ان الشخص ما ضايقوش. انا جاي علشان اقعد معاك، او ان انا اوصلك مجرد مثلا انا القعده كلها زي الفل، القعده كلها تمام، وان انا عملت معاك حاجه زي كده فوصلت لك شعور وحش، فكل اللي فات ده راح. فعلشان كده انا بشوف ان الشخص مثلا احنا ممكن نكون نحاول نعرف الشخص قبلها فعلا، لو هو محتاج فلوس او كده، فخلاص احنا مفيش اي مشكله نساعده بفلوس. بس لو هو لا هيشوف ان دي حاجه وحشه او مش حاجه حلوه، لا احنا ممكن مثلا نعمل زي ما انا كنت بعمل او عملت مع ابن عمتي قبله، ان انا جبت له هديه بسيطه، وفي نفس الوقت برضو حطيت فلوس مثلا في ظرف معين، كتبت له كلمتين حلوين عليها مثلا. فكانت حاسس دي الطف مع الهديه او مع بوكس الهديه. آه هو مش هياخدها في ايده مثلا، او ان هو مثلا حطها في جواب، او تحس ان انت بتديله مثلا معاش تكافل وكرامه. فانا بقترح او انا بشوف حته، يعني ده من رايي. برضو كل واحد بيكون فاهم اصحابه اكتر او الناس قريبين منه اكتر. بس انا بشوف ان انت مثلا في حال مثلا في مناسبه حلوه، سواء فرح سواء بيبي جديد او ايا كان، ممكن تدمج الاتنين مع بعض في شكل لطيف جدا. ان احنا مثلا بنجيب بوكس فيه هديه بسيطه، وفي نفس الوقت مثلا ظرف مكتوب فيه مثلا كلام حلو، لان ده اللي هيبقى. وفي مبلغ معين من الفلوس او من المال، تمام، بتحطه في البوكس ده وبتديه للشخص. فهو شايف من بره الهديه، مش هيحس باهانه. او لما يجي مثلا بعد كده يشوف الفلوس، مش هيكون بالنسبه له اهانه زي مثلا تديله في ايده، او انت تديله في ظرف يحس ان هو مثلا انت بتعطف عليه، او اللي هو تحس ان هو مثلا او شخص محتاج فلوس، فانت بتعمل ده معاه. بس ده الموضوع اللي كنت حابب اتكلم فيه. يعني انا ان انا معارض ليه من فترة، او معارض ليه من زمان. وحتى يمكن ما بحبش انا برضو اروح لشخص يعني بعد فرحه
تاني او تالت او رابع يوم يمكن، لا انا اللي هو لو مش هيسافر مثلا او قاعد في البيت وبيستقبل زيارات عادي، انا بشوف انا شخصيا هروح له بعد اسبوع. يعني ابن عمتي وكان اقرب شخص ليا جدا، ما رحتلوش بعد فرحه غير بعد اسبوع او اسبوع وشويه، لان لا انت محتاج الاول، انت في شريك او في شخص جديد في حياتك، فانت محتاج تنبسط معاه، محتاج تقضي وقت معاه، مش في انك تستقبل ناس وتستقبل زيارات وطول اليوم يبقى البيت مليان عليك. لا لا، ده الوقت ده بيكون خاص بيك وبزوجتك او شريكك اللي في حياتك جديد. فانا بشوف ان لا، شخص مثلا الناس تروح له تاني يوم الصبح، لا لا، دي حاجة مش مقبولة جدا. بس على حسب بقى عادات وتقاليد اللي احنا اتربينا فيها، او اللي هو خلاص الشخص ده اتعود عليها وماشي عليها. واعتقد ان اغلب الشباب بيقبلوا حاجة زي كده، مفيش مشكلة عادي بالنسبة لهم. او الشخص او الشباب اللي بتقبلش حاجة زي كده تقريبا بتبقى الفكرة المناسبة ليه او الاقتراح او الحاجة المناسبة ليه ان هو بيسافر. بس انا اللي كنت كل حابب اقوله ان احنا مثلا بنقدم هدية، او في حاجة اسمها فن تقديم الهدايا. لما تيجي تقدم فلوس او ايا كان حاجة تقدمها، حاول انت تدمجها او تحليها بشكل تاني الطف، وتقدمها له في صورة هدية، بحيث ان هو يبقى مبسوط ان هو استلمها منك، وفي كلام مثلا جميل مع مع الحاجة دي، بحيث ان انت ما تسببلوش اي احراج مثلا قدام اهله او قدام زوجته او قدام نفسه حتى على او قدامك. بس ده اللي كنت حابب اقوله في الفيديو. متنساش لو وصلت لحد هنا بشكرك جدا طبعا، ومتنساش تعمل لايك لو الفيديو عجبك، وسبسكرايب لو مش مشترك في القناة. ومن هنا لحد ما اشوفك فيديو جديد وحلقة جديدة، سلام.